ازيك يا حبيبي روفان؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني، انا ام روفان حبيبتكم. واختكم وحشتوني والله يا جماعه. تقولوا لي قناتك القديمه فين يا ام روفان؟ هقول لكم معلش والله، كان عندي ظروف فوقفتها. طبعا هي ما بترجعش بسهوله، فانا قلت اعمل قناه جديده يا جماعه. انتوا عارفين اللي انتوا وحشتوني، بس اهم حاجه لايكاتكم واشتراكاتكم ودعموني في القناه الجديده. طبعا رايحه فرح بنت اختي يا جماعه في القاهره. طبعا دي بنتي التانيه، قلت اخد لقطه انا وجوزي اول مره يظهر على القناه. دعموني وقولوا لي خليه يظهر كل يوم. دي روفان طبعا. الفستان ده يا جماعه انا اللي مصمماه بتاع روفان. هو كان فستاني وعملته ليها، قلت استغله. كنت جايباه السنه اللي فاتت وقلت استغله، انا اللي مصمماه يا جماعه. انتوا عارفين الفساتين بتتلبس مره واحده وبعد كده ايه، خلاص بتصوري بيها ما بتبقيش عاوزه تلبسيها تاني. فقلت اعمل ايه لروفان، فستان كده على قدها ستايلها وده تصميم. احنا هنا دخلنا القاعه، هي الفيلا اللي هي طالعه موضه يا جماعه في الماريوتيه اللي هم بيعملوها قاعه وكده. طبعا البتاعه اتلقطت، الفيديو جه تاني مش عارفه ليه. شكلي كده سجلت كام مره يا جماعه، معلش. قلت يا جماعه القوا معاكم شويه. ده الفرح يا جماعه، دي العروسه بنت اختي بنتي التانيه. الفرح كان جامد والله العظيم، ده اللي فكني. انا قعدت فتره يا جماعه، بص مودي كان وحش جدا. قفلت قنواتي على التيك توك وعلى اليوتيوب. هنا دي بقى شقه العروسه يا جماعه. طبعا ما حبيتش اصورها، ما بحبش اصور شويه على العروسه، فقلت ايه اخد كام لقطه فيها. انتوا عارفين ام روفان بتحب التصوير. آم، جالي حالة نفسية كده، قفلت التيك توك. طبعا كان التيك توك عندي في ريتش عالي جامد، فقفلته. وقفلت قناة اليوتيوب، وقفت قناة اليوتيوب، لكن قفلت التيك توك ورجعتها تاني. دي شقة العروسة يا جماعة، ربنا يا رب عقبال عندكم. الشقة تحفة والله، جميلة وستايل. هي الشقة مودرن كلها، هو اللي طالع موضة المودرن أصلا. دي المراية طبعا اللي أنا هجيبها إن شاء الله. اللي هي الكبيرة دي، قلت آخد لقطة فيها أنا والبت روفان. ده ابن أختي، واللي ورا دول ولادي وولاد اختي. قلت يا رب ادعوا لي يا جماعه القناه القديمه ترجع. انا كنت واقفاها طبعا لما اليوتيوب بيرجعها بعد فتره وكده. قلت اعمل والله انا عامله القناه دي عشان خاطر انتوا وحشتوني. اليوتيوب وحشني كله، كل اللي كانوا عندي شويه ناس والله العظيم كنت بحبهم جدا، وبحبهم ما زلت بحبهم. هي بقى حاله كده جت في دماغي، قمت قافله القنوات كلها. طبعا قلنا هنروح، دي تاني يوم يا جماعه في القاهره، قلنا هنروح حديقه الحيوان. اتفاجئنا ليها لسه قافله، لسه بيعملوا الصيانه بتاعتها. بعد كده رحنا الحديقه الدوليه، وقعدت زمان انا واختي قعدنا بقى ولكينا ونمينا والله كانت قاعده جميله. كان يوم انا قعدت 3 ايام في القاهره يا جماعه والله. دي بنت اختي على فكره، هي اللي صورت اللقطه دي. قالت ايه عجبني منظركم وانتوا بتتكلموا وبتنموا على الناس. والله وحشني قوي قعدة اختي. انا بقالي فتره كبيره بتجيلي وانا بروح لها، بس بقالي كتير قوي ما قعدتش القعده دي. والله كان يوم جامد. انا قعدت 3 ايام، يوم يوم الدخله ويوم طبعا ام روفان كالعاده حب تاخد اللقطه. طبعا انا بحب اخد اللقطه، احب الصور جدا. لا كان يوم جامد والله. ولادي كانوا بيلعبوا، طبعا ولادي كبار بس كانوا بيلعبوا. وانا كنت بلعب معاهم عادي. لا ابو محمد ما كانش معانا في اليوم ده، هو جه الفرح ومشي في نفس اليوم عشان شغله. هنا بقى ايه قعدنا بقى ايه، قلت لها يا بنتي يا رفات عم نشم البتاع ده ريحته حلو. فجيت اللي هو الريحه في شجر تاني. معلش بقى زوري منبوح يا جماعه، عندي برد فصوتي رايح خالص. قعدت ارخم على رفان وهي ترخم عليا. قال لي بتصورني بنت اختي، كل شويه تقول لي يا خالته صدقتيني. قلت لها هو كده ده ابني. قعدنا بقى ناخد صور انا وبنت رفان، وصور هي ومصطفى ابن اختي القمر. الصراحه انا ما صورتش الصور دي مع ابو محمد. شفت الصور؟ حبيبه يا ولاد. انا بعشق مصطفى ابني يا رب، ابني. هنا بقى طبعا دخلنا الملاهي بعد كده، هي في نفس الحديقه الدوليه. قلت لازم ادلع نفسي انا والبت روفان. حنيت ايدي، عملت حنه على ايدي. الرسمه دي عجبتني قمت عاملاها. طبعا روفان اللي بصي على اخرها قالت لي ارسمي لي، قمت راسمه لها. اخترت الرسمه دي روفان، حاجه كده كيوت على قد شكلها. بنت اختي اللي دورتها. قلت لها اتدلعي يا روفان اتدلعي. لازم يا جماعه ندخل الملاهي، لازم ام روفان تعمل حاجه. طبعا انا ماليش في الملاهي، هو بيت الرابع اللي بدخله. طبعا ابن اختي وبنت اختي. اختي تقول لي طب مش تصوري الحاجات اللي بتطلع لك؟ قلت لها لا اصور نفسي. انا بصي لقيت الحاجات بتطلع لي واقسم بالله قمت طافيه الموبايل وقت قلت هشدوه. انا هنا في بيت الرابع يا جماعه، هو ده الحاجه الوحيده اللي بدخلها. كل مره بخاف بس بدخله. لا كان يوم جامد والله، والله كان يوم جامد. يوم الفرح ابو محمد حضر ومشي،
وبعد كده تاني يوم بقى رحنا الملاهي، ورحنا الحديقة الدولية، والملاهي في الحديقة الدولية وندرلاند يا جماعة. هنا بقى بعد كده قعدت اصور نفسي هما ولادي دخلوا يركبوا. انا ماليش في الركوب والالعاب وكده، انا بدوخ. ده المنخل. هما ولادي دخلوا، هما ولاد خالتهم، واختي طبعا كالعادة ما بتلعبش، قاعدة زي بتدوخ برضه. ابن اختي وروفان. والله العظيم انتوا وحشتوني يا جماعة، يا ريت تدعموني في القناة دي يا جماعة، دي قناة جديدة. ام روفان يا جماعة انتوا عارفين دايما بتقف مع اي حد محتاج، فدعموني. اللي بيحب ام روفان وروفان على فكرة ابو محمد جوزي هيبدأ يدخل معايا في التحديات. هو زي اللي انا قفلت يعني وقفت قناتي يا جماعة وانا وقفتها، فانت بتوقفيها بمزاجك وبترجعها بمزاج اليوتيوب. هي غلطة